السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ تعالوا النهارده بقى نقضي يومنا كده يوم مختلف تماما. طلعنا كده السطح بتاعنا نروقه بعد غياب طويل طبعا بسبب الدراسة والامتحانات وهكذا وهكذا. تعالوا بقى اوريكم الصدمة. وهنا كانت الصدمة. ايه رأيكم؟ انا مش عارفة انا عملت كده في نفسي ليه، انا إيه اللي طلعني؟ ما كنت خلاص سيبني في البيت، مش لازم اطلع اروقه. حرام اللي بعمله في نفسي. اطلعي من هنا، اطلعي بره من هنا. وطبعا بقى من هنا بدأت كده ان انا اشيل الاصوات، لان طبعا دوشة وزي ما انتوا سمعتوا كده صوت الشارع والناس اللي موجودة فيه والتراب والتنفيض. فقلت كده اكلمكم انا كلمتين عقبال ما اخلص التنفيض اللي انا فيه. انا طبعا عايزة اقول لكم انا قصة كتير، لاني قعدت انفض تراب كتير جدا بسبب طبعا الغياب، ان احنا بقالنا كتير جدا ما طلعناش السطح. واكيد انتوا اول مرة تشوفوه، انا ما صورتش فوق قبل كده. بس استنوا شوفوا النتيجة في الاخر بعد ما طلع عيني فيه. يا ترى كان المنظر في الاخر عامل ازاي؟ بس استنوا، لو انتوا اول مرة تشوفوني فاحنا قناة عائلة سيد وهبة. ما تنسوش تحطوا اللايك والشير والسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ومش قادرة اقول لكم اللي انتوا شايفينه في دقايق انا طلع فيه، يعني طلع عيني فيه قد ايه. حقيقي اتهديت. انا كنت يعني عبارة عن شوال تراب متحرك من كتر اللي انا عملته. بس الحمد لله. المهم النتيجة في الاخر هتطلع ولا احلى ولا اروع. المكان بقى جميل جدا للقعدة فيه والاستجمام. وان شاء الله اعملوا حسابكم الفتره اللي جايه هصور لكم كتير جدا فوق. هنا بقى كنت خلاص خلصت كده، وهبتدي بقى ان انا افرش الفرشه بتاعتي واحط الترابيزه تاني زي ما كانت. ونبتدي بقى نكمل يومنا. هو انتوا فاكرين ان هو كده خلص؟ لا، ده احنا يومنا كله فوق. هنبتدي بقى دلوقتي نحضر اكلنا وهتشوفوا هنعمل ايه. اكله حلوه لذيذه وكمان كل الاولاد بيحبوها. تفتكروا هنعمل اكل ايه؟ طبعا كده بدات ان انا احط الترابيزه واجهز الحاجه بتاعتي. اولا ده كده كان طبقين من الجبنه الموتزاريلا. ومعايا هنا ده البوتاجاز بقى. البوتاجاز ده يا جماعه اللي ما شافش فيديوهات المصايف بتاعتنا يبقى فايته كتير. انا في الفيديوهات بتاعت المصايف بتاعتنا دايما باخد معايا البوتاجاز ده. ده يعني عينين كده، يعني بوتاجاز كهربا. فبينفعني جدا بقى لما بطلع فوق بروح اي مكان خارجه مصيف اي مكان، صراحه بينفعني جدا. هبتدي كده بقى معايا هنا الدقيق. هعمل ايه؟ انا هعمل بيتزا. البيتزا اللي هي زي بتاعه الافران، اللي هي بيبقى بس عليها طماطم وفلفل وبس على كده وشويه الموتزاريلا. وكان الله بالسر عليه. بتبقى طعمها حلو جدا والاولاد كمان بيحبوها. حطيت هنا كده تقريبا بتاع ربع كيلو من الدقيق، ومعايا ربع معلقة من السكر وذرة من الملح. وهبتدي كده ان انا احط يعني ربع معلقة برضو كده او نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وهحط يعني تقريبا معلقة من الزيت. وهقلب على كده كده. العجينة بتاعتي جاهزة جدا معايا. بس هعمل العجينة سايلة زي الكريب. عارفين انت البيتزا اللي طلعت كده ترند، اللي هي عجينة كريب بس تتعمل بيتزا. بس انا هنا مستغنية عن البيض، انا بس استكفيت بالعجينة كده. هبتدي بقى كده، شايفين بقى المنظر بتاع العجينة. عقبال بقى ما العجينة ترتاح معانا هنبتدي نقطع شوية الطماطم والفلفل اللي اتفقنا عليهم. تقدري بقى تحطي رومي حراق براحتك. هنقطعهم وبعد كده نشوف هنكمل نعمل ايه. هنقطع الخضار. بس انا مش فيه يا ماما. شيلي رجلك يا سما. ما بيحطها تحت البتاع هتلاقي البتاع مره واحده هتعرجك. امسكيها وخليه هو يشيل. امسكيها. بصي برضو بيحطها. بس يا يونس لو حطيتها تاني مش هخليها تديها لك. خلاص يا بابا. وقفي بقى كده يا سما.
هنا بقى هنبتدي ان احنا نجهز الصلصة بتاعة البيتزا. بحط بس معلقتين من الصلصة ومعلقة كبيرة كده من الكاتشب وشوية كده من المية وذرة ملح وذرة سكر وبقلبهم في بعض ومعاهم رشة من الزيت وكده الصلصة بتاعتي جاهزة اللي هدهن بيها البيتزا بتاعتي. تخيلتيني يا فريد. ريحتها كسر؟ يا فاجئتني. ريحتها كسر خالص. ريحتها كاتشب خالص؟ يا خالص. سبحان الله. حاسة سمعتك. لا كفاية. لا. ايه ده؟ طب انت دقيق ها؟ انت هتجيبي حاجه معايا كمان شويه يا امي؟ ها؟ هتجيبي حاجه معايا كمان شويه؟ يا بنتي مش عايزة تظهري انت كده، صوتك هيظهر. انت بتنزلي؟ هنزل بالصوت يا سام. هنبتدي بقى هنا نشغل البوتاجاز. استني عايزين نعليه على اخر حاجة عشان يستوي بسرعة. لا عشان تبقى الحرارة بتاعته متعادلة يعني. هو بدأ يشتغل ولا انا مش شايفة؟ لا ما بقاش يشتغل لسه. لا في سخونية اهي. هاتي كده همسكها كده. انا. اوعى همسكها انا. خلي بالك بس يا يا ماما. نور. خلي بالك على ايدك. روحي هاتي ازازة الزيت. هنرش بقى الصاج كده زيت عشان نعرف ايه نحط فيه العجينة. اديله فرشة يا فريد. عايز الزيت يا خالد. ايوه يا ماما. لا في هذا ما ادهنتش. لا كله اتدهن انا شايفاه. هنا كده بقى خلاص نزلت كده بالعجينة بتاعتي كده فردتها على الصاج كله. الصاج ده مقاس 30 في 40. عملت بيه زي ما قلتلكوا بربع كيلو من الدقيق. وطبعا قلتلكوا تفاصيل العجينة كاملة. هسيبه بقى كده العجينة بتاعتي في الاول قبل ما احط عليها اي حاجة. هسيب الاول العجينة بتاعتي تستوي وبعد كده هبتدي ان انا انزل بالصلصة وبقية المكونات بتاعتي. لو انت عمي بصي الرؤيه وسعي كده في الشمس. ابعدي يا رام. يا بنتي وسعي كده بس يا رام. يا. هي كده الناحية دي كده استوت. شايفين اكيد تغيير اللون. احنا عايزينها تستوي كده وبعد كده نحط الصلصة بتاعتها بقى. وفي المرحلة دي كده خلاص هحط الصلصة بتاعتنا بقى ونبتدي نحط بقية المكونات بتاعتنا. بس لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تحطوا اللايك والشير والسبسكرايب. هبتدي كده انزل بقى بالطماطم وبالفلفل وبعد كده خلاص في الاخر بنزل بالموتزاريلا وابتدي بقى ان انا اغطيها كده باي صينيه عشان خاطر تكمل سواها معايا. انها بقى لو حطيتوها في الفرن فما بتحتاجوش تغطوا عليها، بتسيبوها هي تستوي سوا كامل. انا بقى ساعات البيتزا دي بحط بيها بقى لو انا عندي مثلا شويه لانشون، عندي شويه بسطرمه، حتتين كده بانيه ولا حتتين فراخ كده بقطعهم حتى لو بايتين وبحطهم عليها بتبقى رهيبه. انا عندي البيتزا السريعه دي عيالي ادمان ليها بيحبوها جدا. منها سريعه ومنها في نفس الوقت بتبقى احلى واضمن من بتاعه الافران. بس كده هي كده خلصت معانا خلاص. هنبتدي بقى نسيبها تستوي وناخدها بقى هيلا بيلا على طول على الاكل. مفيش وقت خلاص جوعنا جدا من كتر الفرهده اللي فرهدناها. هنا بقى كده العيال خلاص بتقولي بقى كفايه جوعنا يلا بينا بقى. بصوا حتى يونس مش قادر عايز تاكل. هنيوني حلوه شكل البيتزا حلوه. ماشي يا روح. وده كان شكلها بعد استوى. يلا بقى ناكل. يلا بينا. يلا بينا يا يونس. عايزة اشوف لونها ايه دي. لونها ايه؟ لونها بيتزا. ايه ده؟ يامي يامي. يمي انت بس يا سما مشغلش حاجه يا سما عشان الفيديو. مشغلش حاجه عشان الفيديو يا سما. بس بتستني ازاي؟ انا اخد فونك. انا اخد فونك. انا اخد فونك. عايز تاخد فوني؟ لا ازاي وانا بصور عليك؟ لا انا دلوقتي. لا اصبر. لا دلوقتي. دلوقتي حالا يا ماما. هفعلك.
لا سيبي مش مشكلة. ماما واو انا عايزه. اصبر يا يونس. حبيبتي يا حبيبتي شوفيها كده سما ظاهرة سما. ليا انا حبيبتي. ايوه ليا انا بس. زوريها كده الكاميرا ووريهم الظهر عامل ازاي. ليا واللي فيه انا الناحية بس التانية. بس عارفه فهماكي. قلتلي بقى باينة يا الظهر ماما. بتاعها جميل ازاي. قلتلي بس كده. حاضر احطها. انا عارفة ان انت مش قادر تستحمل. يلا ماما. خدي يا لولو دوقي يا روان من غير جبنة اهي. دوقي من غير قصدي طماطم اهي. انا عارفة انت هتشيليني في الطماطم مين زي روان ما بيحبش الطماطم والفلفل؟ روان ما بتحبش نعم الطماطم كلنا احنا والفلفل. صغيرين كده بس في ناس لا. لا بس مش كله يا سما. لا انا كنت صغيره كده. طماطم وفلفل عشان أنا اهي. كنت حاضر صغيرة يا كده. ننوس هشيل لك الطماطم والفلفل اهي. ها؟ لا انا احب المطاعم. دوقي قولي رأيك. انا احب ده. الجبنة انا بالموز؟ احب المطاعم. بتحب ايه؟ مطامم. ماشي. انا حبيت دي. انا حبيت دي يعني. تعالوا اتفضلوا معانا يا جماعة. تحفه. تحفة. طعمها حلو يا لولو. ايديا. بجد ايديا. مش عايزة اقول لكم. ايديا. استني انا عايزة اوريهم الجبنة انا خايفه ازقع. يا سما. ايديا. انا وقعت شباب والله. اي بس واو. خلاص. هاتي معلقه. معلقة لا بتاكلش المعلقة بتاكل كده بايديك. لا هي A few moments later. قصر السكوتر شوية على قدك. يلا دول يا يوي. لا مش هتصور. مش هتصور يا حبيبي. طب كل واحد دول ها. وانا ليا دورين. كلنا وشبعنا والحمد لله وتمت العملية بنجاح. نروح بقى نعمل قهوتنا. تنسوش تجربوها. تنسوش ايه يا رولو؟ تجربوها. حسبي يا فريدة. دي فريدة صاحبة روان يا جماعة عشان اللي هيسألني. دي فريدة صاحبة روان. ملهاش فطار اسمها هو احلى الليل عشان بتبني سريع او ما خدتش النوم وقت جدا. ومشبعة صح؟ شبعتك صح؟ ارجعي لورا شوية عشان تباني. شبعتني جدا 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 جدا. جدا. ما تنسوش تحطوا لايك وشير وسبسكرايب. وما تنسوش تعالوا زر الجرس. عشان عشان شوفوا كل جديد. تعالوا بقى ايه نعمل كوباية قهوتنا. علشان تتمزج. بالظبط كده. صراحة عشان يومي ما بيبدأش بالنسبة لي إلا لما ببدأ بكوباية القهوة. عشان لازم. بصراحة دي اللي بتهدي ماما وبتخليني كده ايه مبقاش مستمتعة فايقة وابقى فايقة. بتخليها فايقة كده. احنا بقى ملناش اي حاجة غير الحلويات أيوة. اللي بتفوقنا. انما بقى شاي قهوة الكلام ده انا ما بشربش عيالي الحاجات الكافيين اصلا خالص. انا بقى نفسي اشربها. مفيش الكلام ده. قصدي اشربها. انا طبعا حاطة مية يا جماعة. انا بس ايه بزود شوية صغيرين يعني. المية موجودة فيها. قهوة بتقع. القهوة كلها وقعت. وقفي طيب يا ماما. ماما صوريني تاني. اصورك تانية. ماشي يا حبيبتي. القهوة اتدلقت على الكنكة كلها. يلا ماما. اصورك. حاضر. حسبي يا ماما حسبي. استني. قولي يمشي يا ماما. قولي يمشي. ماما. نعم. قولي يمشي. خلاص. خلاص يا ماما. يا سلام. هو ده. اهي دي بقى بالنسبة لي العشق. واحد كده يقعد بقى يشربها ويبقى تمام ونكمل الفيديو مع بعض. يلا نروح نشربها هناك بقى. والله اليوم مش جاي يومنا عشان نقعد. حاضر بس بالراحة عشان ما تقعوش. بالراحة. تعالوا هنا كده. العب بالسكوتر هناك يا نونس. بالراحة. انا لسه بقول. لا احنا بنسيب عشان لو حد وقع هو اللي خسران. لا ما انتوا هتقعوا على الارض وده هنا كده المكان ده لو وقعتوا فيه دي صبة. الصبة دي تعوركم.
فهمنا؟ السلام عليكم. احنا في نهاية الفيديو. السلام عليكم. ايه يلا بينا. انا بقى ايه هعمل المية وانتوا ايه؟ هنسقف وهي لو مسكتونا يلا يلا 3 2 1 انا كنت حاسه ان انا هقع في الاخر. انت كسبت؟ ماشي يلا استنى ما اشوف الكاميرا مفتوحه. يلا نلعب 3 2 1 لا مش كسبت. ماما فين دي؟ فريدة ايه؟ فريدة ايه؟ لا تعالي انت كده رايحة للكاميرا. والله ده انا مسكت فريدة. لا مسكت يون. لا بس فريدة مسكت يون. يا جماعة هو انتوا ليه كلكم جايين ورايا؟ انا الكاميرا ولا ايه؟ لا وراكي. لا ما عندي شعر. لا تعالي تعالي روحي هناك فريدة هناك فريدة هناك. يا جماعة سقفوا. لا فيك ثواني. يلا سقفوا يا جماعة. هي فين ماما؟ انا تاني لا. انا هنا. ابعدوا عنه شوية. يلا امسكها امسكها اهي. يلا امسكها. يونس مسكك. لسه لسه دور عليهم بقى شوفهم هم فين. ها قفشكوا. وبكده نكون قضينا اليوم كله على السطح زي ما اتفقنا. طبعا ما تنسوش تحطوا اللايك والشير والسبسكرايب وما تنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى. استودعكم الله مع الف سلامة.